صباح الفل عليكم يا حلوين، صباحكم عطر بالفل والياسمين. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين. النهاردة رحنا البحر بس ما صورتش. جينا بقى عملنا الفطار، فطرنا الحمد لله. النهاردة اشترينا سمك بورو واحنا جايين، وهذا فريق من أو عضو من أعضاء الفريق اللي بيعمل السلطة. ابتدى بتجهيز السلطة، وفي عضو بيعمل التمليحة، وفي عضو مساعد جاي مع اللي هيشوي السمك. ليه؟ الصراحة جنبنا أنا أوضة اللي وقع عليا الاختيار في شوي السمك. وهنشوي. نبدأ بسم الله معاكم. احنا رحنا جبنا بقى 5 كيلو سمك بسعر 90. الراجل كان بيقول ب100 الصراحة، بس احنا وصلنا مع 90. قلنا له احنا هناخد كمية وخدنا 5 كيلو. اما الكابوريا دي ولا العقرب اللي كانت في ايدي دي لقيناها على الرمل واحنا ماشيين مروحين، افتكرناها عقرب من بعيد، قعدنا نجري وراها عشان نموتها عشان ما تقرصش حد. والاخر جبناها، استقرينا هنشويها وهنشوف طعمها ايه، بس كان طعمها تحفه الصراحه. ابتدينا بقى بشوي السمك اهو. سألنا الراجل بتاع السمك الشوي بكام، قال الكيلو ب10، واحنا جايبين 5 كيلو ما شاء الله. لقيناهم ب50 جنيه. قلنا لا، نسيب ال50 جنيه نجيب بقى كاكولا، ازازتين كاكولا كبار ونشهيص نفسنا بيهم احسن، بما ان الفرن والانبوبه متوفرين عندنا في البيت. رحنا بقى شوينا. ماشي، وديهم وانهم. السمك كان مغري، اول مره في حياتي الواحد ياكل سمك كده صابح وله طعم تاني غير اللي بنشتريه دايما ونقنع نفسنا ان هو جاي لا، ده كانت الناس اصلا بتصطاد قصادنا كده في البحر بالمراكب، ودي المحلات اللي هي على البحر. السمك على طول ما بيباتش الصراحه. انا من النوع اللي بخاف بقى لو السمك سمين كده ويقوم عامل نار. كنت بقول لهم وسعوا لي الطريق عشان لو حصل حاجه اعرف اجي. لايك يا جماعه يلا للقناه، واشتراك كده، اللي مفعلش الجرس يفعله، واللي ما عملش اشتراك يعمل. وعشان الكابوريا اللي احنا اصطادناها دي شجعونا كده يا جمهوريه. حلوه جمهوريه دي. ان شاء الله نبقى جمهوريه دي وبتعمل كلنا ان شاء الله. خليه معاه، خليهم. يا ماما. احنا رايحين نغرف اهو. يلا ونوع. يا ماما. استنى يا هدى، انا هقوم اجيب لك قهوه. وحياة ربنا السمك هنا حلو يا بيه، وصاب وسمك بحر. ايه رايكم يا حبايبي في الشوي بتاعي؟ اللي عايز يشوي بقى يجيني، مش هاخد منه ولا جنيه، يديني بس سمكه او شبرايه من اللي هيشوي. اوكي، العنوان مش بعيد، واللي عايز يرن علينا او يكتب على يوميات نونا عايز اشوي عندكم. هتقولي لي حطيتي تتبيله ميه او كده؟ لا، هو تتبيله ناشفه يا جماعه. برضه انا شوايه جديده يعني، اكيد في سمكه مني كده ولا كده عندي لطيف. واحنا عشان مستعجلين على الاكل مش هنستنى اما هو يفصل عن القشره بتاعته. اتفضلوا معانا بقى كده بألف هنا. عملنا سلطه وبصل اهو، حطينا عليه ليمون وادي السمك ورز، وخدنا الاكل بقى وهنطلع على السطح. ما انت لازم تظبطي الجمجمه بتاعتك كده اهو. والله ما انت هتشوي كده بالجمال والحلاوه دي والتتبيله كده البيتي في المحل متهيألي اصلا بيحطوا كده ميه بشطه ولا ميه بتوم وخلاص، انما دي ليمون وحاجات بقى وحبشتكنات. طلعنا بقى وخدنا السمك على السطح اهو واتغدينا. الجعان يجي يا جماعه، والله مش هنقول له الهوا. اتفضلوا معانا بسم الله. بدأنا بقى نرص الاكل اهو. وبعد ما خلصنا الغدا ضربنا طقم ذرة. كنا جايبين ذرة من البلد وجايين معانا برضو، والشواية والفحم، ومظبطين كل حاجة الصراحة.
ولعبنا دومنة وفي شيء بقى اعمل انا اي شوفي انت معاكي 3 ولا كنا 4؟ جايبينها مع 3 ولا كنا جايبينهم والتأشير ولعبنا السلسلة الصغيرة الدور اقفل الدور اقفل اهي امشي بالترتيب عشان اعرف ان انت حركت 3 ورقات بتوع صادق له كده في اللعبة وقعدنا بقى استمتعنا. سيد. انا كده حركت حركت كل فيديو بتاعنا بقى متنسوش لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات لينا جنوعات. باركول 2. يلا ستات ويا ريت يا جماعة اللي يعمل لايك ما يرجعش أو متابعة ما يرجعش يلغيها تاني. عايزة أعرف نظرية اللي بيعمل المتابعة ويرجع يشيلها تاني، يعني ربنا قدرك وحطيتها خلاص. عايزني مثلا أبدل المتابعة، اديني رسالة اديني إشارة قولي أو قوليلي. اوعي تجيب أنا الصوابع. الأخت اللي بتقوم داخلة عاملة لي متابعة ويومين 3 هلقاها شايلة. برقولي 3. المهم الموجودين حلوين وشكرا لكم على متابعتكم لينا يعني ودعمكم اللي لينا، فهمته بقى يا اما حاجه ويا ريت المربى نكون عند حسن يعني ظنكم. دي تكون زي دي. مع السلامة. يلا يا سما معاكي